بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هقدم لكم طريقة لكباب الفراخ وان شاء الله تعجبكم. انا غسلتها كويس وحطيتها في المصفى، دلوقتي بتتصفى. لازم تتصفى كويس قبل ما نقول الوصفة بتاعتها طبعا. وهنضيف زي ما انتم شايفين كده توم مفروم وفلفل اخضر مقطع البلانشة، وطبعا هيكون في صلصة طماطم وتوابل العادية. وكده حطينا التوم على النار وهنحط عليه الزيت وهنبتدي بقى نقلب لحد ما يتشوح معانا شويه يا جماعه كده بقى لونه. هنبتدي بقى نضيف نضيف الكبده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ما كانت ناشفه كل ما كانت كويسه، ما تنزلش ميه كتير. شوف شكلها معانا بقى ازاي، يعني احنا سيبناها شويه ودلوقتي هنضيف عليها توابلنا الحلوه، الكمون والفلفل والكزبره والملح. ده هنضيفه على الكبده على طول مباشره، ونبتدي بقى نقلب فيها كويس برضو بحيث ان ما تلزقش مننا. نقلب طول ما احنا كده نقلب. دلوقتي هنضيف الفلفل اللي احنا قطعناه. في ناس بتشوحها بالطريقه دي، وبعد حبه كمان بعد ما تاخد لون شويه والفلفل يفضل حبه فيها بيطفوا عليها وخلاص وياكلوها على كده. بس انا هضيف حاجه تانية لان احنا هنعمل جنبيها رز مكرونه اي حاجه تانية، فكده لو هتتاكل لوحدها ممكن ناكلها كده، انما لو هتتاكل جنب اكله او اي حاجه تانية انا هضيف لها شويه صلصه. ودلوقتي هنضيف الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الصلصه دي انا كنت مسبكاها قبل كده وحطها في الفريزر بنستخدمها على طول. وده كده الشكل النهائي بعد ما طفينا عليه، واخيرا خلصنا وده الشكل النهائي. وبألف هنا، جربوها مش هتندموا. مع السلامه.